اوقات كتير بندخل علاقة ونحس ان احنا اتظلمنا. الطرف ده خدعنا، خنا، رحنا مكان شغل مثلا والناس اللي هناك ما قدرتش قيمتنا، مشونا، حصل اي ظرف خلاك تبعد عن حاجة انت بتحبها. ترجع تقول لنفسك طب انا عملت ايه؟ ما انا كنت كويس، ما انا بقدم كل حاجة، ما انا حد ما ظلمتش، ليه الناس بتعمل معايا كده؟ اتأكد ان العلاقة اللي انت دخلتها وانت كنت حقيقي فيها وما ظلمتش، اتأكد ان الشغل اللي مشوك منه او انت مشيت منه عشان اتعرضت لضغوطات معينة ما قدرتش تستحملها، لا انت ولا كرامتك، اتأكد ان ربنا بيأهلك لخطوة جديدة انت ممكن مش عامل لها حساب. بتاخد من هنا خبرة، تشتغل بدل الشغلانة 10 في مكان و2 و3، عشان ربنا رايد لك، بيأهلك لحاجة احلى واكبر من تخيلاتك. بتدخل مثلا علاقة بتحب حد وقلبك بيروح له، بتتعامل مع صديق او صديقة بحسن نية وبتلاقيه خدت الضربة في ظهرك منهم. الناس اللي انت ما كنتش متوقع الأذية منهم والضربة ما جاتش غير منهم، ربنا كان بيقويك، بيعرفك ان مفيش حاجة دايمة، ان كلنا فترات في حياة بعض. خد العلاقات على محمل ان مفيش حد دايم، احنا نفسنا مش دايمين في حياة بعض. فأهم حاجة لما تخرج من علاقة توكسيك، علاقة سامة، شغل، اتأذيت، اتظلمت، حسيت ان انت مثلا انك ما خدتش حقك، اتأذيت، اتوجعت، ارضى، ارضى واحتسب اجرك وتعبك وانك كنت حقيقي على ربنا، وتأكد ان ربنا عمره ما هيضيع مجهودك ولا تعبك ولا الخذلان اللي انت اتخذلته ولا الظلم اللي الناس ظلموهولك. كله قدر، كل حاجة ربنا هيبعتها لك في وقتها بأوانها. الخطوة اللي وجعتك، الخطوة اللي مشيتها وقعدت فيها فترة وبنيت عليها أحلام وأمال، تأكد ان ربنا سمع صوتك وعارف ان انت كنت حد مش ناوي اي شر، مش ناوي على غير كل خير. فخليك عارف ان ربنا مش هينساك، ربنا بيأهلك لحاجة اكبر واعظم حتى من طموحاتك ومن احلامك. فلما تحلم، لما تتمنى، اتمنى على قدر الله مش على قدر احلامك انت. ارفع سقف طموحك واحلامك، واهم حاجة تبقى حاسس ان انت عملت اللي عليك. طالما انت كنت حد حقيقي وصادق ما اذيتش حد، فتأكد ان ربنا اكيد مش هينساك. لو حاسس ان انت لسه مش عارف تخرج من اطار العلاقه السامه اللي انت كنت فيها، ابعتولي دكتور نسرين العمري، استشاري الصحه النفسيه، تلاقوا رقم الاستشارات المدفوعه في البوست.